بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. دائما ما يقال أن البيت هو مملكة الزوجة ومملكة المرأة، هي اللي بتجعل منه السكن، وهي اللي بتجعل منه الجو الجميل اللي فيه الطمأنينة والأمان والألفة. بتضفي عليه من اللمسات الجميلة الهادئة اللي بتخلي جو البيت فيه هدوء، وبتجعل الزوج والأولاد يشعروا دائما باطمئنان في بيت فيه سكن وترتيب ونظافة، بالإضافة للشياكة. ده بيكون بلمسات الزوجة أو الأم أو حتى البنت اللي موجودة في البيت، بلمسات جميلة وبذوق حلو وبترتيب وبأقل الإمكانيات، تقدر تخلي البيت اللي هي عايشة فيه جميل وهادي ومرتب. والحقيقة دراسات كتير اتعملت عن علاقة الحالة النفسية وعلاقتها بالجلوس في مكان مرتب ونظيف، واتقال ان الحالة النفسية ليها علاقة بالجلوس في مكان مرتب وهادئ، بتحسن من المزاج والصحة العقلية وبتزود من التركيز، كمان بتقلل من التوتر والإصابة بالاكتئاب. وإن وجودك في مكان فوضوي ومكان مليان أساس غير مستخدم وحجمه كبير وكتير من الأشياء والمتعلقات اللي على طول موجودة في أماكن كتير، سواء تحت سراير أو فوق دولاب أو في المطبخ أو في الطرقة أو في أي مكان من الأماكن دي، دائما ما وانت ما بتستخدمش الأشياء دي، دايما بيحسسك بشعور من الإرهاق وعدم التركيز وكمان قلة الإنتاجية. النهاردة حلقتنا مميزة من برنامج قوارير، هنتكلم فيها عن ترتيب المنازل، وخصوصا المنازل الضيقة اللي مساحتها بتكون صغيرة. ازاي ست البيت تستغل المساحة دي أفضل استغلال، ولو كنتي عروسة لسه مقبلة على الزواج وبيت الزوجية مساحته من البداية صغيرة، ازاي ترتبيه وتنسقيه وتختاري ألوان وتختاري أساس يضفي عليه لمسات من الجمال والهدوء والاطمئنان والسكن، وكمان تستغلي كل جزء في البيت أفضل استغلال. موضوعنا النهاردة إن شاء الله هنناقشه مع الباشمهندسة حنان صالح جوهر، ماجستير في هندسة معمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشمهندسة حنان، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، كيفك؟ الحمد لله بخير. أهلا ومرحبا، نورتي قوارير. جوزك. تسلمي حبيبتي. الحقيقة موضوع استغلال المساحات الضيقة أو البيوت الضيقة، سواء غرف النوم أو المطبخ أو غرف الأطفال، ده من الموضوعات المهمة جدا. ولما بيكون البيت ضيق ومساحته ضيقة جدا، بتلاقي الزوجة بالذات، لأن هي المعنية بالترتيب والتنظيف والأمور دي، بتكون متضايقة جدا وحاسة بالإرهاق وإنها مش مبسوطة في البيت الضيق. ولكن خلاص احنا في امر واقع والبيت ضيق، فعايزين نتكلم عن مساحات المنازل الصغيرة. هل بيكون ليها تصميمات مختلفة وخاصة بيها بعيدة تماما عن المنازل اللي مساحتها بتكون كبيرة؟ نعم. غالبا التصميمات تكون مختلفة، لأنه الشقق الصغيرة يكون عندها أو تتطلب إنه يكون عندك حلول إبداعية عشان نحقق مساحة أكبر، أو كيف نخلي المساحة تكون تشبه إنها واسعة. في شقق صغيرة مثلا عندها الأوبن كونسبت، اللي هو كله يكون مفتوح على بعضه، غرفة النوم تكون مفتوحة، المعيشة والمطبخ كله يكون مفتوح على بعضه، لأنها شقة صغيرة. فلما يحطوا عليها جدار فواصل فتكون ضيقة أكثر، فعشان كده بيشيلوا الجدار ويكون كل شيء مفتوح. وهنا الناس تكون مبدعة، وإنها كيف تفصل المساحات ما بين بعضها بالبارتيشن، أو يخلوها مفتوحة زي ما هي. فعلى عكس الشقق الكبيرة عندها مرونة أكبر، فأساسا الغرف تكون كلها مفصولة عن بعضها، يكون في تخزين، مساحة تخزين أكثر، وكمان اختيار الأثاث يكون سهل، يعني أثاث كبير أو قطع ديكور أكبر.
ممتاز جدا. طيب يبقى احنا عندنا المساحات الضيقة نقدر من البداية ان احنا نعمل فيها شيء من الابداع علشان نقدر نشعر باتساع المكان اللي احنا عايشين فيه. ده يخلينا ننتقل مع حضرتك لسؤال اخر، وكيفية استغلال المساحات الضيقة افضل استغلال، بداية من غرفة النوم، الصالة، المطبخ بالاخص، لان ده اكتر مكان الزوجة بتقضي فيه وقت أطول شوية خلال اليوم كله، الصبح، الفطار، الوقت الغداء، وقت العشاء، فتبقى محتاجة إنها تكون واقفة في مكان هي مرتاحة فيه نفسيا. كمان غرفة الأطفال، خصوصا لو عندي أكتر من طفل، وحضرتك عارفة الألعاب والكتب والمذاكرة والألوان، فخلينا نبدأ تباعا كده جزء جزء نستغل إزاي المساحة الضيقة في غرف النوم. أول شيء نحاول نختار أثاث متعدد الوظائف. يعني مثلا سرير بدرج، مثلا يكون مثلا طرابيزة صغيرة ممكن احنا تستعملها معروض معانا على الشاشة هو السرير. حضرتك تقصدي السرير بيبقى معاه درج أو مساحة للتخزين؟ أيوة فعلا. يعني يكون مثلا درج، لأنه كمان السرير لحاله ينفتح من المرتبة نفسها، تنفتح ويكون في تخزين هنا. أيوة بالضبط، تحت المرتبة ودرج كمان منفصل. أيوة هنا هذا يدينا مساحة أكبر نقدر نحط فيها أغراض، مثلا أغراض الشتوية، إذا هو صيف نحط الأغراض الشتوية هناك. والحل الثاني كمان الطرابيزة الصغيرة الموجودة هنا على اليمين. هذه الطرابيزة ممكن تكون للعمل أو للمذاكرة أو للتسريح لغرفة النوم، أو ممكن كمان تكون طاولة جانبية للسرير، فثلاثة في واحد. يعني تستغل للمذاكرة أو للعمل، وتستغل كأنها كومودينو، وتستغل أكتر من استغلال. أيوة. احنا الصورة الثالثة اللي معانا دي الكومودينو متعلق في الحيطة. الفكرة انك مش عايزة تعملي أيوة. مساحة كتير. أيوة هنا فعلا، هنا كنت بواجيكي هنا الحين إنه هو نحن نستغل المساحة الرئيسية عشان نحرر المساحة الأرضية. مثلا أرفف معلقة في الجدار أو مثبتة في الجدار، أو كمان زي ما شفنا الحين الكومودينو برضو مثبت في الجدار. زي الأرفف دي اللي تقصدي، الأرفف دي اللي هي تكون في الحيطة ونحط عليها بقى سواء كتب أو حاجات للزينة. فعلا للزينة أو أي احتياجات للشخص مثلا. ففي هنا برضو تصميمات مختلفة للأشكال هذه. فهو المقصد الموضوع ده إنه نحن كيف نحس. طب احنا اللي لسه كانت معروضة معانا على الشاشة دلوقتي دي كانت خاصة بإيه؟ يعني دي تعتبر مكتبة مثلا، ولا كان يتحط فيها إيه؟ الصورة السابقة ديكور أو كتب. ديكور أو كتب، يعني هي نوع من أنواع الأرفف. ليها أكتر من استغلال أو استخدام. أيوة ممكن إذا للكتب أو الأرفف، يعني هذه بس يعني examples، أمثلة بالضبط، أمثلة لأشياء كتير إن إحنا ممكن نقدر يعني عندي مساحة صغيرة أحط فيها شيء معين، الشيء ده أنا أقدر أستخدمه أكتر من استخدام، سواء للديكور، سواء لمذاكرة، سواء إن أنا ممكن أحط فيه بوكسات لهدوم مثلا للشتاء أو للصيف، ألعاب الأولاد، فأكتر من حاجة ممكن نقدر نستغلها. الحل في حل ثاني، نحن نستثمر في حلول التخزين. مثلا إذا أنا غرفتي صغيرة وعندي عفش كتير ودولابي صغير، ومثلا ما عندي درجة تخزين في السرير، فكده نحن نجيب صناديق تخزين من برا يعني ونحطها تحت السرير. ونجيب نحاول كمان أن نجيب منظمات للدولاب. هتوفر لنا مساحة كثيرة. فعلا هتوفر مساحة، وهتكون كمان منظمة،
وسهل على اي حد في البيت بقى، سواء الاولاد الزوج او الزوجه، يبقى عارف البوكس ده للشرابات، ده للبيجامات، ده كده، فيبقى الدنيا واضحه، بدل ما معظم الرجاله حضرتك عارفه بيخشوا الدولاب بياخدوا حاجه فبيخلوا الدولاب كله على الارض، يعني مع كامل تقديرنا واحترامنا للازواج كلهم، ولكن ده معروف بيدخل الدولاب بيخليه كله في الارض. فعلا. بس والله هذه فعالة، أنا جربتها عن نفسي أنا. الدولاب أبدا ما بيتبهدل لما بيكون فيه منظمات. ممتاز جدا. طيب احنا اتكلمنا عن غرف النوم وازاي نقدر نستغلها، وشفنا صور معانا السرير يكون حجمه ازاي، الكومودينو، لو في ترابيزه، فاتكلمنا عن غرفه النوم بكل تفاصيلها. خلينا ننتقل بقى لغرفه المعيشه او الصاله او الليفينج روم زي ما اي حد بيسميها. خلينا نتكلم عن كيفيه استغلالها استغلال مناسب وصحيح لو كانت مساحتها ضيقه. اوكي. اولا زي ما قاعدين نشوف الصور، نحاول نختار اثاث متعدد الوظائف. يعني مثلا السلم تحت السلم مثلا نشوف خزانه مثلا ما يكون فاضي. اذا البيت مثلا عنده سلم، او مثلا اذا الكنب يكون مثلا بخزانه. بالضبط. كمان الكنب اللي يكون سرير. ايوه الكنبه تتفتح سرير، بالظبط، دي بتبقى جميله. فاذا في مثلا ضيوف جايين وما عندنا غرفه زياده يناموا في بالظبط الكنبه هذه اللي تحت السرير. والشيء الثاني اللي هو نبعد الاثاث عن الارض، نستخدم اثاث اللي عنده ذو ارجل، يعني عشان نخلق احساس بانفتاح في غرفه المعيشه. المعلومه دي جديده بالنسبه لي، ان لازم الاساس الكنب يبقى له رجل مرتفعه عن الارض، ده بيدي مساحه واحساس بالاتساع. ايوه فعلا. ومو بس يعني حتى طاوله القهوه ممكن تكون يعني تكون رفيعه وتكون يعني مرتفعه، يعني ما تكون مرتفعه. اللي معانا في الصوره دي جميله ورقيقه جدا بصراحه، ذوق حضرتك في اختيار الصور كمان جميل. شكرا، تسلمي. فشايفه هنا حتى في الصوره انها شرحه يعني. تقدري تحركيها بسهوله، وشكلها فعلا ما فيهوش تعقيدات كتير تحسسك انها ضخمه. ايوه. وكمان كمان ممكن نختار نحط مرايه، لان المرايه تحسس الواحد بالمساحه الكبيره وتساعد انها تعكس الضوء في جميع انحاء الغرفه. المرايه يحطها جنب الباب ولا ليها مكان محدد؟ ما ليها مكان محدد، يعني مثلا ممكن تحطيها في المجلس يعني كبرواز يعني ديكور. او كمان ممكن كديكور ممكن تحطيها في الصالة. ممتاز جدا، فعلا بتدي ضوء حلو، خصوصا وقت النهار بتحسسك باتساع. ايوه تمام. طيب نروح بقى لاكتر مكان الست يعني بتقضي فيه وقت طويل، وبيجي عليها وقت بتبقى اصلا مخنوقه ومتضايقه وزهقانه ومش عايزه تقعد في المطبخ. نعمل ايه في المطبخ لو كان مساحته ضيقه واحنا الستات ربنا يتقبل منا يا رب بنقضي فيه وقت اطول؟ امين امين يا رب. اللهم امين. فاذا مثلا السطح المطبخ عندنا يعني ضيق، او مثلا في عفش كثير، فنجيب زي ما قاعد نشوف في الصوره، نجيب طاوله قابله للطي. يعني وقت الاستخدام تفتحيها وتشتغلي عليها، وقت ما تبغى تستخدميها تسكريها. وزي ما قاعد نشوف الصورة ممكن هي كمان تكون زي الخزان، تخزين أغراض المطبخ. يعني احنا الصورة اللي عدت دي ترابيزة وبعدين بتطبق ترجع تاني ويتقفل عليها. أيوة. جميلة دي. وفي نفس الوقت ممكن تكون طاولة طعام يعني لشخص أو شخصين. أيوة بالظبط تنفع لأكتر من استخدام. أيوة. وفي حل ثاني اللي هو علاقات أو أرفف، يمكن استخدامها للبهارات أو غيره. هذا الحين اللي في الصورة رف
نقدر نحط فيه زي ما انتم شايفين بهارات اه أو أي حاجة توفر اه لنا مساحة، يعني حتى لو كانت صغيرة بس توفر لنا مساحة في دواليب المطبخ. فعلا. والثاني اللي هي العلاقة، زي ما انتم شايفين في الصورة، امم علاقة اللي هي نقدر نحط فيها برضو أغراض المطبخ. دي آه، جميلة وبتوفر يمكن مكان وشكلها شيك. أصبحت ترند أيوة دلوقتي إن كل المطابخ كل الستات بيحبوا يجيبوها، لأن شكلها يعني أصبح مشهور ولذيذ، والبراند بتاعها معروف، فيعني منها شياكة ومنها كمان استغلال للمساحة. فعلا. وكمان إذا مثلا في ناس ما يحبوا يعلقوا مثلا في المطبخ شيء في الجدار، إذا مثلا مو حابين ممكن نجيب خزانة أو طاولة دولاب. تكون امم دولاب، نرتبها بالشكل ده يعني. جميل. يعني التنظيم ده اللي نجيب منظمات، يعني مو بس يكون مرتب وتلاقي مساحة، كمان شكله حلو لما تفتح الدولاب فعلا. يفتح نفسك تطبخي، صح؟ اه بس اكون صادقة أو كمان معاكي، احنا المطبخ برضو يعني مفيش حاجات كتير تفتح النفس على دخول المطبخ باستمرار. احنا لما بنصدق يا باشمهندسة نطلع من المطبخ فمهما حاولتي مش هيتفتح نفسنا قوي عليه. والله أنا فتح نفسي بعد ما جبت هو المنظمات شكله جميل طبعا ويفتح النفس وتخشي وتقعدي فيه شوية، بس برضو يعني استمرار الوجود فيه كتير، ربنا يجعله في ميزان الحسنات، بس شوية آمين. بيبقى فيه إجهاد. بس أيوة بالتصميمات فعلا. الجميلة اللي انت بتقولي عليها وبنعرضها فعلا يعني تخلي خصوصا لسه متجوزين جديد بيبقوا مش شطار في المطبخ قوي، او لسه بتتعلم واحدة واحدة، فالحاجات دي بتساعدها انها تدخل المطبخ ويبقى بالها طويل شوية في التعليم. أيوة فعلا. وفي مثلا الناس اللي ما يحبوا مثلا يعلقوا أشياء في الجدار، ممكن امم نجيب خزانة تكون برا المطبخ، نحطها جنب طاولة الطعام، تكون شكلها حلو وشيك، وبعدين اه نص أغراض المطبخ ممكن تجي لها. هذا إذا بالظبط. مثلا ما عندك يا. امم تمام. احنا كده خلصنا المطبخ، ندخل بقى على غرفة الأطفال. وما أدراكي ما غرفة الأطفال ده، هي حتى لو مساحتها كبيرة وملعب، حبايبي أحباب الله ربنا يبارك فيهم، على طول ألعاب طالعة، الألوان، القصص، كل حاجة، الهدوم. فما بالك لما تكون المساحة ضيقة أو يبقى ربنا يبارك بدل الطفل 2 و3. فاحنا محتاجين بالذات في غرفة الأطفال إبداعات، ومحتاجين استغلال للمساحة، أفضل استغلال. ربي يحفظهم الأطفال كلهم. اللهم امين يا رب. أفضل حل أنا اللهم امين. بالنسبة لي، أفضل حل بالنسبة لي اللي هو مثلا إذا في أكثر من طفل، سرير مكون من طابقين، مثلا سرير اه زي ما قاعد نشوف اه في الصورة، اه آه، يكون فوق وتحت، ويكون مثلا الأدراج يكون فيها خزانة مثلا ممتاز، دي تخزين. فكرة جميلة. أدراج ودولاب والسرير وما شاء الله يعني، وكمان أرفف وتخزين للكتب. أيوة من فوق. فنحن استغلينا المساحة الرئيسية زي ما قلنا أول، نحاول نستخدم مساحة رئيسية. والشيء الثاني مثلا إذا هو طفل واحد بس، ممكن نشوف في الصورة هذه اه ينام هو في العلوي، والتحت مثلا يكون آه، جلوس أو ايوه للقراءة، أو كمان ايوه. ممكن يكون مكتبة. ممتاز. هنا استغلينا يعني مساحتين في مم. واحد. كأنك عملتي له زي غرفة معيشة صغيرة في الأوضة بتاعته، لو بياخد درس، لو بيذاكر أو كده، والسرير فوق، أيوة وكمان السلالم فيها أدراج. فيعني هي مساحة أيوة محددة فقط، اللي هي مساحة السرير مثلا ممكن نقول بيبقى 100 سنتي تقريبا أو أكتر، يكسر أو يقل. المساحة دي بس انتي عملتي فيها 3 غرف. أيوة 3 غرف. هذه متعددة الوظائف جدا مهمة. امم تمام. وفي طيب. كمان اللي هو اتفضلي. في كمان اللي هو الطاولة هذه تكون قابلة للطي، مثلا نستخدمها وقت المذاكرة، و ونشيلها وقت لما يكون في أي عايزة اكتيفيتي المساحة ثانية، تبقى نشاطات أوسع. ثانية. امم أيوة يكون مثلا في لعب أو في حاجة ثانية مثلا يشيلوها.
وفي كمان الصورة الثانية توضح أكثر يكون أشيك، هذه أشيك أكثر مثلا ينزلوها جميلة ومبهجة. أو تقفلت كمان. إذا تقفلت كمان لسه في مساحة كمان للتخزين، مثلا اللابتوب أو الكتب ممكن تكون هناك وتتسكر. فعلا ممتاز جدا. والشيء الثالث اللي هو ممكن الترتيب زي ما قلتي، الأطفال ألعابهم كثير. شوفي هنا الصورة اللي كانت معانا، السرير فيه في عرضه في مساحة للتخزين كبيرة، فيها الألعاب، فيها كتب وقصص، فدي كمان من ضمن الحاجات اللي تخلينا نستغلها كويس. أيوة، هذه مثلا إذا تبغي الألعاب أو شيء تكون مخفية تحطيها مثلا في السرير، أو كمان في خزانة مثلا. أيوة. هذه تكون نصها مفتوحة ونصها فيها سلات، تحطي فيها الألعاب مع أسامي، وبعدين الأطفال كل ما يلعبوا بشيء يعرفوا فين مكانها، فين يرجعوها، يحطوها هنا، هذه مكانها هنا. بالضبط. ودي كمان هتشجعهم على النظام لما يشوفوا شكل الحاجة مرتب وكل حاجة محطوطة في مكانها، هتساعده انه يعرف الاماكن فين، ويبقى كمان هو منظم يرجع كل حاجة مكانها. ايوه ممتاز. طيب احنا كده اتكلمنا عن غرف النوم والصالة، احنا لسه معانا صور كمان لغرف الاطفال، دي لذيذة جدا. ايوه، هذه ممكن تكون كديكور، وفي نفس الوقت اذا فتحتيها تخزن فيها الالعاب او كتب، تكون شكلها حلو ويشجع الطفل انه ممكن يرجع الاغراض مكانها. تمام، احنا كده انتهينا من غرفة الأطفال، وشوفنا قبلها غرف النوم، الصالة والمطبخ. والحقيقة الصور كلها فعلا الأفكار بسيطة وسهلة، ما فيش فيها يعني حاجات صعبة انها تتعمل، او اعتقد كمان التكاليف مش هتكون كبيرة، لان اوقات كتير الاباء والامهات بيقعوا في اخطاء ان هم بيشتروا اساس غالي جدا ولكن بيكون غير مناسب للاطفال او غير مناسب للمكان ولمساحته. فلابد ان هم ياخدوا بالهم من المساحة، من حجم الاساس، من الاحتياج المطلوب، وكمان من الحاجات اللي نقدر نستغلها زي ما حضرتك شرحتي ووريتينا في صور، الحاجات اللي نقدر، المنظمات، السرير اللي فيه تخزين، الكومودينو اللي فيه مساحة من تحت. فالحقيقة كانت كلها صور مفيدة جدا. طيب ننتقل بقى لنقطة تانية، وأنا لاحظتها في كل الصور اللي حضرتك اتكلمتي عنها وعرضناها على الشاشة. كل الصور كانت مبهجة، والألوان كانت مشرقة وجميلة، يعني ما بين الأبيض، كان الأبيض متكرر سواء في الدهان الحيطة، الحوائط أو الفرش. فخلينا نتكلم عن الألوان. هل الألوان ليها دور كبير في إحساسنا إن المساحة كبيرة أو ضيقة ولا لأ؟ وهل لو له دور، إيه هي الألوان اللي تشعرنا بالاتساع وإيه هي الألوان اللي تشعرنا بالضيق؟ نعم، الألوان تؤثر بشكل كبير على الشعور باتساع المكان. أكيد الألوان الغامقة هي تدي إحساس بالضيق وتخلي المكان يشبه كأنه أصغر من هو عليه. أما العكس، الألوان الفاتحة والألوان المحايدة زي الأبيض والبيج والرصاص الفاتح تخلي الغرفة أكثر انفتاح، ولأنها كمان تعكس على الضوء، وهذا الشيء يخليها تخلق إحساس بالمساحة الكبيرة. تمام، احنا هيبقى معانا ايه هي الالوان اللي تشعرنا بالاتساع والالوان اللي تشعرنا بالضيق، واكتر من محور حقيقة حابين ان احنا نتكلم فيه مع حضرتك، زي مثلا لو الصالون فيه عمود في النص ازاي يكون الحل لانه بيضيع المساحة، حجم الاساس، نصايح مهمة لكل عروس شقتها صغيرة. لكن للأسف وقت حلقة قوارير انتهى. ان شاء الله المحاور دي
المتبقية نناقشها مع حضرتك في جزء تاني من الحلقة، وعن كيفية استغلال المساحات الضيقة. أنا بشكر حضرتك في النهاية باشمهندسة حنان صالح جوهر، ماجستير في هندسة معمار. شكرا جزيلا على تواجدك معنا، وإن شاء الله هنكمل مع حضرتك جزء آخر من الحلقة لاستكمال باقي المحاور. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكل متابعين برنامج قوارير. الحقيقة الحلقة فيها كتير من الإبداع وكتير من المعلومات والصور المفيدة اللي تخلينا نقدر نخلي بيوتنا هادئة مطمئنة، وكل حاجة فيها مرتبة وجميلة علشان نشعر بالهدوء والسكن في البيت. انتهت حلقة قوارير، وبإذن الله هنستكمل معاكم معلومات كتير إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.